إذن بعدنا معكم مستمعينا ببرنامج سامع حالك، كريستين حداد ورالف نكاد. وصلنا هلأ لفقرة ضيفنا لهيدا الأسبوع، وضيفتنا لليوم هي فنانة لبنانية متميزة، ثقافتها عالية جدا، أيضا متميزة بحضورها الراقي والجميل. فينا نقول إنها فنانة متعددة المواهب، واثقة من حالها، قريبة من القلب ومحبوبة كتير. غير إنها ممثلة ناجحة، فهي مخرجة، مؤلفة، استاذة مسرح، بالإضافة لأنه عندها مكتب لتدريب التمثيل، وهذا موضوع كتير مهم بهالفترة كمان. بدايتها كانت من المسرح، يلي قدمت أعمال كتير. بعدين رجعت انتقلت للأعمال الدرامية والسينمائية. شاركت بمسلسل شحرورة، لعبة الموت، جنى العمر، رصاصة طايشة، الغالبون يلي عم نسمع موسيقتها هلا، أهل الوفا، خلت وردة، بنت النور، قيامة البنادق. و بس بدي أذكر أنه مسلسل بنت النور كان انعرض مؤخرا بشهر رمضان، هو مسلسل خليجي. أكيد كانت فيه بدور بطولة الفنان، أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي، وهي ضيفتنا لليوم الفنانة بولين حداد. خلينا نقول لها مساء الخير بولين، أنت معنا على الهواء مباشرة. مساء النور كريستين. فاينلي. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. بولين، شو أول شيء هالمقدمة الحلوة؟ أول شي ثانك يو ثانك يو. كثير لإلك عن جد. هلا في اشياء كتير بعد بتنقال، بس لانه ببرنامج سامح حالك نحن بدنا نستفيد منك، انت عم تحكي اكثر من ما نحن مزبوط. نحكي. بولين. تسلمي، بس ما قصرتي. ثانك يو كريستين. وهلا عرفت ليش هالقد انت محبوبة، يعني كل العالم كريستين وكريستين وبتسمع برنامجك وتتابعه. ميرسي ف... بولين. اول شي بولين، انت سامعة حالك؟ أنا سامعة حالي إيه هلا. بولين، قد إيه مهم هيك حتى نبلش بسؤال عن بالبرنامج هذا، خاصه بالبرنامج، قد ايه الفنان لازم يسمع حاله اوقات، يسمع هيك احساسه شو بيقول له لحتى يقدر يختار العمل المناسب له؟ او انت من أكيد. الاشخاص اللي بيتكلوا على المخرج او على المنتج لحتى ينقي لك الادوار؟ لا أكيد أكيد امم. يعني أنا كثير بلحق إحساسي يعني، ومن هيك يمكن ما بتشوفيني إنه ما عندي كثير إذا بدك ظهورات إنه وبضل على الشاشة كل الوقت وبتشوفها كثير. مزبوط. بجرب أنتقي أدواري يعني، عرفتي؟ نعم. لاقي وبحب الأدوار اللي فيهم رسالة. وبذات الوقت إنه إذا أنا ما حسيت للدور، حسيت إنه بقدر أعطيه، إنه صعب إني أدي. وعلى قصة بسمع حالي كثير امم. لدرجة إنه يمكن باخذ بآراء الغير، بس نعم. عندي أكثر ثقة بأنا شو بحس، أو شو بقول إنه هيدا الشيء رح ينجح ما رح ينجح، عرفتي؟ نعم. فبسمع من الأشخاص اللي بيسمعوا حالهم يعني أكثر من اللي بيسمعوا أو بيديروا دينتهم للغير إذا بدك. طيب، وهيدا الشيء منيح، يعني عادة الشخص هو بيعرف شو اللي منيح لإله. ايه بحس انه شو المنيح لإله. اكيد عم اقول لك لازم خاصه المقربين لإله واللي امم. بتهمهم مصلحته مضبوط، بحاجه كمان هو ياخذ برايهم، اكيد نعم. رح ينصحوه بطريقه ايجابيه. بس في سبحان الله في شيء دائما انت جواتك، نعم. اشاره من رب امم. العالمين او شيء او احساس بيقول لك انه اذا هيدا اختيارك صح ولا لا. هذا نعم. ما بيعني انه انت ما مش رح توقعي باخطاء، ومش مرات نعم. رح يكون قرارك مش صائب، بتصير. بس اغلب الاوقات لما تكوني عن جد عم تتبعي حسك واحساسك مزبوط، اجمالا بتصيب الاختيار يعني، نعم. تتوفقي يعني. بولين، شفناكي بأعمال بتحكي عن المقاومة، بما أنه رالف بلش بأغنية الغالبون. يعني الغالبون، قيامة البنادق، أهل الوفا، خليت وردة، أنه مزبوط. يعني أنت بتحبي تقومي تقدمي هيدا النوع من الأعمال، أو لأنك بنت جنوب ليك كل هول. بتتحمسي؟ اول شيء بنت الجنوب، وخاصة انه يعني سبق وقالتها يمكن باكثر من مقابل، انا من ضيعه كانت محتله من قبل الاحتلال الاسرائيلي. نعم. وكنت انا وصغيره حتى ما افهم انه ليش بدنا تصريح لنطلع على ضيعتنا وكل الامور، فمأثرين فيي انه ليش حدا اجى احتل ارضي وضيعتي. نعم. وبذات الوقت انا بحب يعني المسلسلات او الاعمال مم. الموجهه اللي فيها رساله. فكيف بس إذا كانت الرسالة هي الدفاع عن الوطن وعن نعم، الحق ف بس هالموضوع يعني ما بخليكي محطوطة بمكان معين إنه بس لتأدية هيدي الأدوار، أو ما خص؟ ليكي ما خاص، لأنه مثل ما عم أدي هون أدوار، عم أدي غير أدوار كمان كان اجتماعية أو بغير حتى قنوات يعني. مم. الفنان أو الممثل ما لازم يكون بس إنه
لو بس عم أدي هونيك ما شافونا الناس بغير بغير محلات، ايه. ممكن كان إنه يقولوا إنه شو هاي بس إنه بس هالنوع من الأعمال. بس ما خص يعني، عرفتي؟ فأنا بجرب إنه نوع بالأعمال. نعم. هو استعبني الحظ أكثر من غيري إني أشتغل بأعمال موجهة من هالنوع، كان المقاومة. وماني زعلانة لأنه كانت أعمال جدا قيمة. وناجحة. نعم. المخرجين كانوا من أهم المخرجين اللي وقعوا هالأعمال، فأنا كان لي الشرف إني أشتغل معهم، وكانت أدوار كمان بطولة وأدوار مهمة، فما كان فيني أرفضها صراحة يعني. أكيد. بس بولين، يعني هون أنا عندي سؤال لك. الفنان الناجح، الممثل الناجح لازم يعني لازم يعرف يمثل كل الأدوار؟ هيدا سؤال دايما بطرحه أنا بيني وبين حالي، بس بدي أخذ رأيك فيه. إنه لازم يبرع بكل الأدوار، أو في أدوار خلص بيمشي فيها هيدا يعني بيكون كيف بدنا نقول إنه مثلا حكيم القلب يلي هو شاطر وعم بيبين وعم بيبرع بعمليات القلب، مش ضروري يكون يعرف بالمهدة بالراس يعني الممثل إنه ليه بده يكون بيعرف يعمل كل الأدوار؟ ليه؟ مزبوط. ليك هي الممثل كممثل لازم يبرع أو لازم يعرف يأدي كل الأدوار، بس بترجع شغلة تانية، هي في أدوار بتلبق له وأدوار ما بتلبق له. هون بندخل نحن بعملية الكاستنج إذا بدك، عرفتي؟ ففي أدوار بتلبق لممثلين معينين وممثلين لا. بس مش يعني إذا أنت ممثلة محترفة أنت لازم تأدي كل الأدوار. بالنهاية كل الأدوار أنت، نحن لما نقول العمل ككل هو موجه، بس انت كدورك عم تقطعي فيه بعده حالات، عم تفرجي فيهم قدراتك التمثيليه، من خوف، فرح، الخيانه، الحزن، التعصيب. فهو اللي ما يعني مش هو نوع العمل اللي بحجمك انت كممثله، او هي بس هيدا النوع الادوار. انا صحيح يعني كنت بأعمال موجهة للمقاومة، بس كل دور كان مختلف عن الثاني. يعني دور مثلا زينب بالغالبون، البنت الطيبة البريئة بقيامة البنادق، أكثر اندفاعية، بدها يعني مثل أخت الشباب بيقولوا لا أنا بحب تدافع، قوية. بخلت وردة كنت بالعكس حد لئيم وهو عم بحرض جوزه عم بحرض جوزها يتعامل مع الأسرائيلية، يعني كومبليتلي غير. فصحيح كلهم بيصبوا نحو مسج وحدة المسلسلات، بس كل شخصية اللي لعبتها كانت تختلف عن الثانية. طيب تنحكي عن دورك بالمسلسل الخليجي، مسلسل كويتي هو صح؟ مسلسل كويتي. يعني ليه رحت، يعني كيف حتى صار التعامل، او ليه حبيتي تجربي تختبري غير يمكن؟ مزبوط. هي صارت مش أول مرة كانت التجربة. هلا أنت بالمقدمة شوي بس نوضح للجمهور. هو مسلسل بنت النور، إذا بدك مسلسل كان الخليج الأول اللي اشتغلت فيه. في كعب عالي. إيه هلا حاليا هو كعب عالي المسلسل الكويتي. إذا بدك بنت النور هو مسلسل كان بيحكي عن دبي وعن كذا يعني عدة جنسيات بيجوا بيشتغلوا بدبي. كان إذا بدك كمان أول عمل عربي مشترك بصير كان فيه من كل الجنسيات. فكانت هاي كانت اكسبيرينس كثير مهمة، وكان العمل من توقيع المخرج سامر البرقاوي. فمن هون إذا بدك بلشت نعرف شوي أنا عربيا برات لبنان. برات لبنان. بيرجع السنة شاءت الظروف المخرج خالد الرفاعي صعب تبع لي أعمالي ريسنتلي وكثير حابب شغلي، فاتصل فيي وعرض علي الدور. وكمان الكاتب اللي هو محمد أحمد حسن، كاتب إماراتي، كمان ثاقبت إنه شايف شغلي وملتقين قبل بمهرجان البحث السينمائي، فحب إنه يصير في هذا التعاون. وقريت الدور، حبيته، لقيته دور مختلف. بتكون بيحكي عن دور مرأة حامل بس تركها جوزها، وهي كمان عم رجعت هربت من لبنان لأن هي من أصل كويتي، يعني بكون بيا أصله كويتي وما بتعرفه، فبتقدر ترجع تبحث عن عائلتها وهيك. كثير مختلف الدور وحبيت إنه شارك فيه. وأكيد شو أضاف لبولين؟ إنه هي فرصة أنت عم شوفك عم يتعرف عليك جمهور أكبر. جمهور العربي يعني. ما عم بتكوني بقى بس أنت إنه أعمالك عم تكون ضمن بس نطاق لبنان، عم بتوسع أكثر. وبالعكس كثير مفيدة كانت لإلي، وكثير إجاني رد إيجابي. يعني صار عن جد
صار جمهوري اكبر يعني اذا ايه بدك. طبعا، بس هلا هيدا الشيء. الممثل اكيد بيبحث عن هالشيء كمان، نعم انه ما يضل اعماله محدوده، بحب ينفتح لاكثر عدد ممكن من البلدان يعني. نعم، بس هلا هذا الموضوع يعني معقول يرجع في حال انطرح عليك انك هون بلبنان مسلسل لبناني، معقول تقبلي مثلا بدور اقل من البطولة؟ لا انا هلا من بعد مع. من بعد هالاكسبيرينس اللي اخذتيها فينا نقول. ليكي من هيك انا عم اقول لك كريستين، ويمكن سبق قالتهم قبلت، انا ما كثير انه هيشتي انه الادوار البطوله، أمم، قد ما بيعني لي انه الدور كدور بحجمه، يمكن المعنوي، عرفتي، مش بالحجم الكم العدد، قد نعم، إيه عدد المشاهد او قد او قد إيه هو او ممكن المغزى. يعلم نعم. هيدا الدور او امم. يأثر او هيك، مش يكون قاطع مرور الكرام. نعم. بس مش انه انا هيك هيدي البطولة المطلقة او هيك، ما بتصور يعني انه هيدا الشيء رح يأثر، انه لا بليز انا ما بقى تحكوا معي عملت مسلسل كويسة او مسلسل خليجي، ما بقى اشتغل مسلسلات لبنانية غير دور بطولة. لا مش هيك، بس اكيد بده يكون دور رئيسي نوعا ما، او يمكن يكون ويكون هادف. ضيفة شرف، او امم. يكون يعني اطلالة خاصة، بس يكون الدور هو له مغزى، يعني له له بيوصل هدف، شيء، عم بيترك بيوصل اثر. مسج، هيدي هي. اكزاكتلي. بولين، كنا سمعنا أو بالأحرى أنه عندك مكتب لتدريب يعني بتدربي الأطفال الأولاد على التمثيل. كيف مزبوط طلعت مزبوط. الفكرة؟ يعني فكرة حلوة. الفكرة حلوة، بس ليه هي الصغار بلش مش الكبار كمان؟ هو كمان في الكبار نعم. فيهم بياخدوا برايفت كورسز، بس ما بقى أوكي. عطيت حدا يعني نعم. اشخاص مودلز او شيء هيك اجوا عملوا مثل يعني ساشنز كاست عندي. كاستنج. أوكي. ايه. هو بالاضافه هو كاستنج مم. واكتنج ستوديو، سو هو محترف للتمثيل، وكمان بيعنى بشؤون الكاستنج لاعلانات نعم. او نعم. مسلسلات، مثلا مسلسل الشحروره. الكاستنج تبع الاطفال كله كان تم من عندي من المكتب، نعم. وحتى في اللي شاركوا بالمسلسل كانوا تلاميذ انا مدربتهم يعني على التمثيل وهيك. فكيف طلعت الفكرة؟ هو بالأساس أنا كمان أستاذ مسرح بمدرسة، مم. وعطيت كمان حصص بعدة معاهد، وبحبها يعني، والأشخاص اللي بياخدوا معي كمان بيتعلقوا فيي وبيتعلقوا بالمادة. فقلت ليش لا أنا ما أعمل كمان لإلي محترفي الخاص، إذا بدي يكون هيك حابب إنه يتعلم التمثيل، في يجي يشترك بيقدر. بهيدا. ايه، نعم. فهيك صارت يعني اسم الله الفكرة عليك، يعني. اسم الله عليك، عم بتلحقي على كل شيء. إيه. ايه كتر خير الله. هو بين ما... لأنه أنا بالأساس مم. درست مسرح مسرح مزبوط. ودارسة كمان تربية، مم. يعني معي شهادتين، وجربت اشتغل بهول الشغلتين الاثنين، يعني بولين، بالشهايد الاثنين تبعي، وبهذا البلد بدك تشتغلي كل كذا هالشيء. شغلة. نعم. بس أنا بدي يعني بين المسرح والتمثيل والسينما والتعليم، شو الأقرب لإلك، هلا لقلبك؟ اكيد الاقرب لقلبي هو التمثيل والاخراج، اكيد الاخراج المسرحي، انا بعشق شيء اسمه المسرح. ف هي بس انه كمان التمثيل خاصة لما يجيكي هيك دور مميز، مم. ما في دغري بنشد يعني بحس انه بترك كل شيء وبروح. ف هول اكثر شغلتين يعني اقرب بتحبي شيء لإلي. تقدميهم. مظبوط. بولين، إذا بدنا يعني الوقت دهمنا كتير، بس م- م- بس بدي أعرف منك هلا إذا عم تحضري شي جديد قريبا؟ م- في شي جديد هلا؟ ايه، في عملين بدنا نفوت يعني نبلش بالتصوير. في مسلسل اسمه سر وقدر، رح يكون من اخراج جندا لقداح وانتاج شركة فينيكس برودكشن للاستاذ اللي معلوف. نعم. و... وفي مسلسل كم إيه؟ مم. مسلسل معاصر اجتماعي، وفي نعم. مسلسل تاني وين كمان رح ينعرض؟ اسمه عندك فكرة أو بعد عم لا بعد بتلانش؟ ما في يعني، ما في عندي فكرة وين. في عندنا كمان مسلسل حيكون من إخراج وإنتاج ليليان بستانة، نعم. اسمه غربة. هو شوي تاريخي يعني، من بزمن الستينات. مم. كمان إن شاء الله كمان قريبا رح نباشر بالتصوير فيه. وفي يعني كمان غير أعمال هولي، لأنه مش لرمضان بالمبدأ،
نعم. فممكن يكون في كمان غير أعمال اعمال جديدة. رمضانيه برجع بطلع معك أمم. وبقول لك بلب... رأيك. شو هلا؟ الأعمال برمضان معقول تكون عمل لبناني أو عربي، أو خليها لوقتها بتخبرينا. خليها لوقت، خليها لوقت شو بولين، جديد. قبل ما نختم معك بدي منك هيك كلمة توجهيها لمستمعي سامع حالك، هيك لحتى بتعرفي نحن هلا بلبنان عم نعيش بظروف شوي صعبة، يمكن في ناس كتير محبطة، في ناس كتير معصبة زعلانة، بدنا هيك نحن هدفنا نزرع الإيجابية بتفكير الناس. شو بتقولي لهم حتى يضلوا مبسوطين؟ أنا أول شي بقول لهم لبنان هو بلد لكل الطوائف. نعم. من الأساس خلق هالبلد هيك، رح يبقى هيك. فلا التطرف ولا التعصب ولا الطائفية أنا بحس شخصيا رح يأثروا عليه، ولا ممكن. طول ما في عنا كمان جيش مثل الجيش اللبناني عم يحمينا، فما لازم نعتلها. لازم نضل إيجابيين ورافعين راسنا بجيشنا وبوطننا وبعالمنا. وإن شاء الله يا رب، عن جد أنا للمستقبل كثير متفائلة إنه هالبلد هيدا الصغير رح يرجع من أهم من أول. لبنان، وبالفعل سويسرا رح يكون. يعني إن شاء الله تكون غيمة ومرقة هيدي بولين على حتى بقى نرتاح ونعرف نعيش. عن جد كلنا كلنا. وأنا كمان بدي وجه تحية لكل تفضلي. المستمعين للبروجرام، لأنه بعرف قديش هن كتار، قديش كتار كمان كانوا ناسين هالحلقة. وبخص كمان بتحية إيناس شام اللي هي تهتملي بصفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان علي عربية لأنه دايما كمان بوجه له تحية، فأنا كمان بوجه له تحية. هو كمان وبقول لك ثانك يو إلك كريستين. ثانك يو إلك بولين، يعني أنت فنانة أكيد متألقة ونحن بنفتخر فيك كتير، ونتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح، وناطرينك بأجمل الأعمال طبعا. شكرا لك. شكرا كتير. تحية لرالف كمان. اوكي، بسلم عليك رالف. يلا باي بولين، ثانك باي. يو، ويلكم، ألف باي. عافية.